كابتن حسام، حضرتك كونت جهاز فني متنقل معاك، وبعد كده اجهزه كتير مشي بنفس السيستم، تفرق كتير يا كابتن؟ اكيد بتفرق كتير. يمكن حتى المدير الفني زي يعني رئيس الجمهوريه لما يكون معاه بيقول لك البطانه الصالحه، مش دي الجمله اللي احنا الشهيره الفتره اللي فاتت. رئيس الوزراء لازم يكون معاه وزراء تنجح له شغله. الوزير لازم يكون مع المجموعه الاستشاريه اللي تحت اللي بتتابع، فلازم يكون عندهم امانه. المدير الطيار نفسه محتاج المساعدين بتوعه لازم يكونوا اهل ثقه. فهو نفس وليد بدر حضرتك اهل ثقه ولا اهل خبره؟ الوليد بدري ده نموذج محترم، شخصيه محترمه من الثقافه ومن العمل اللي هي محتاجينها في مصر في كل المجالات. يعني الراجل الاداري حافظ شغله، يعني في واحد يقول لك حافظ مش فاهم، لا حافظ وفاهم. لا يعني المجموعه كلها، يعني اللي اشتغلت انا معايا انا وكابتن ابراهيم، مجموعه على اعلى مستوى يعني بصراحه. عشان كده الناس فاكره ان انت بتجيب حد مجامله، وفي مديرين فنيين بيغير طول الوقت، فما بتعملوش نوع من الاستقرار الفني ولا الذهني ولا المعنوي ولا حتى يبقى. انا كنت عندي اصرار ان يكون عندنا جهاز بقيمه التاريخ اللي احنا اشتغلنا بيه، بقيمه الفكر. كل واحد لازم يجي مش مجامله، لازم يكون مميز في شغلنا بتاعته. هو بلدنا ماشيه بالمجامله يا كابتن طبعا، مجال الكوره يعني طبعا بالذات الكوره. انا اقول لك حاجه يا سيف، انت فتحت موضوع. لو الرياضه وكره القدم بصفه خاصه لو تعدلت حالها وفي امانه في الاختيارات في كل المجالات، من ادارات، من اجهزه فنيه، من هتبقى هتنطبع على اللاعبين. لو في امانه كبيره من الاعلام، لو في امانه في الاعلام، هو اللي بيساعد على ان في، مش الكلمه الكبيره اللي هي بتتقال كل شويه فساد ومش فساد، لا انا بتكلم ان يكون في الراجل المناسب في المكان المناسب. الاعلام بيساعد على نظافه المجال او زياده تراكم السيء. ليه؟ لان في بعض الاعلام زي اي مجال، في الكويس وفي الوحش، في اللي هو بيصاحب وفي اللي هو بيساند لمجرد المسانده، مش عشان مسانده للصالح العام. فهي رياضه يمكن مؤثره جدا على الشعب المصري، مش هقول بعد الاكل والشرب، ممكن تكون قبل، بالذات الرياضه وكره القدم بصفه خاصه. لو اتطورنا وتعدلت الرياضه في مصر او كره القدم بصفه خاصه، اعتقد مصر هتتحسن في حاجات كتير جدا في كل المجالات السياسيه والاقتصاديه. واحنا بنشايف ان الحمد لله الناس عاملين نزق، يعني رئيس الجمهوريه والناس اللي حواليه اللي هو عندهم امانه بيحاولوا يزقوا البلد للاحسن والافضل. اللي شايلين البلد، انا شايف اللي شايلين البلد من ناحيتين هم الجيش والشرطه. الناس اللي بتموت كل شويه، مش معقوله الناس دي بتموت، ومعقوله وفي مجالات تانية ناس بتنافق وبتجامل. فاحنا محتاجين على قد الناس اللي بتموت عشان مصر، عايزين ان احنا ننظف كل المجالات اللي احنا فيها. فهي دي الرياضه بصفه خاصه مؤثره جدا. يعني ساعات يقول لك ندوه لكل السياسيين في المجال السياسي والاقتصادي والفني، وكأن مفيش حاجه اسمها رياضي. يعني في برضه في ناس ما بتحاول تخلي المجال الرياضه ده كانها حاجه ترفيهيه. لا، الرياضه تتقال بعد من اهم الحاجات اللي هي ممكن تبقى اهم من السياسه. يعني في دول كتير في العالم، الناس البرازيل دي مش معروفه غير عشان الرياضه، عشان الكوره. فانت النهارده ليه بتحاول تقلل من لا، الرياضه والفن جزء كبير، والثقافه جزء كبير جدا مهم جدا عشان يوجد مناخ جيد للسياسه والاقتصاد. لازم يكون عندك ثقافه ورياضه وفن يليق بالمجتمع عشان يغير المجتمع. فهي دي اللي انا متفق مع حضرتك. بس هاخد من كلام حضرتك واروح لكابتن ابراهيم سؤال برضه. كابتن